ست عدى العمر على وشها، لكن لسه في ضي بيخدع، ولسه في قلب بيحلم بفرصة. ليلة بدأت بالروج الأحمر وفستان ستان وكلمة بسيطة: النهاردة يوم حظي. بس مفيش حظ في شارع بيخبي فيه سفاح، ولا أمان في عينين بتضحك وهي بتخطط للنهاية. تعالوا بينا نبدأ قصتنا، بس قبل ما نبدأ لو لسه مشتركتش في القناة اشترك حالا. لسه شايفة نفسها صغيرة وجميلة كمان، على الأقل ده كان الانطباع اللي نور أعمدة الكهرباء في الشارع سايبه على ملامحها مع أول الليل. قالت لنفسها: النهاردة يوم حظي. مش لابسة الفستان الأحمر الستان ده على الفاضي، ولا عاملة المكياج ده كله من غير سبب، ولا لبست العقد اللي ورثاه عن أمها كده وخلاص. عاملة شعرها كعكة ثابتة تحت طاقية سودة صغيرة فيها وردة على الجنب. الأسود والأحمر عاملين ميكس غريب، مخلي وشها الأبيض منور ومخبي سنين عمرها اللي عدى 40. رفعت هدومها شوية، كشفت عن ركبتها، وكانت كفاية جدا علشان واحد شاب شيك شكله ابن ناس يجي ناحيتها ويتكلم معاها بصوت هادي ومحترم. بصت له بنظرة ناعمة وضغطت على شفايفها اللي فيها روج أحمر. كان نفسها تضحك، بس خافت تفتح بقها وتتفضح السنة اللي وقعة وتبوظ كل اللي عملته. قالت: يا ريت ما يندمش على الجنيهين اللي دفعهم لي. كان وقتها يعتبروا كنز في المنطقة دي ويشتروا حاجات كتير، بس خوفها راح على طول. الراجل باين عليه كان مبسوط جدا. قال لها وهو بيحط ورق نقد في ايديها: انا مفتون بجمالك الخريفي ده. بصت للفلوس، كانت اكتر من اللي طلبته، ومن غير ما تفكر حطتهم في صدرها وقالت في سرها: جمال خريفي يعني ايه؟ الكلام غريب شوية بس ماشي. قال لها: انا مأجر أوضة صغيرة مش بعيد من هنا، ممكن تيجي معايا؟ سكتت شوية. المنطقة دي ما فيهاش حاجات زي دي كتير، الزباين في الغالب بيخلصوا الموضوع في أماكن وحشة وب3 تعريفة. بس هو شكله مختلف، وهي النهاردة لابسة أحلى لبس عندها. وقالت في عقلها: أهو أحسن من اللي بيحصل في الشارع، على الأقل في مكان مقفول بعيد عن اللي بيسموه سفاح الحتة اللي بيقتل الستات اللي في الشوارع. لفوا في الحارة لحد ما دخلوا ورشة خشب قديمة. الباب بيصرخ أول ما بيتفتح وبيعمل صوت صرير. المكان كان برد بس مقفول، أهون من الهوا اللي في الشارع. ولعت الفانوس والنور كشف كارثة. مفيش سرير، في بس ترابيزة خشب مليانة أدوات وسكاكين كتيرة حديدها بيلمع. الراجل اتغير، عينيه بقت غريبة، مش شهوة، لأ كانت جوع. ابتسامته بقت مرعبة ومسحوبة بعرض وشه. مد ايده، بس بدل ما يفك فستانها خنقها، ما ضغطش عليها، حضنها جامد وقال: ليلتك النهاردة هتبقى جميلة يا ست الخريف. وبعدين وشوشها وقال لها: كنت فاكرة اني بقتلهم في الشارع بس. سكتت ما ردتش، وكان نفسها تصرخ بس الخوف شلها. الراجل سابها وراح ناحية الترابيزة يختار السكينة اللي هيبدأ بيها. كلهم ينفعوا، لكن في وقت للمشرط ولسكاكين الأحشاء. بس فجأة حس بدم بينزل من رقبته، وقع على ركبته وبدأ ينهار. الست كانت ماسكة الدبوس المعدني الطويل اللي كان في شعرها وغرزته في رقبته. ضربت الوريد ودمه غرق الأرض. مسحت الدم بورقة من الفلوس اللي اداها وقالت لنفسها: هبقى اشتري بيهم كحول حتى لو حلفت اني بطلت. ظبطت شعرها، رجعت الطاقية مكانها ومشيت. الباب صرخ تاني وهو بيتفتح. خطواتها بطيئة وماشية بهدوء، غابت في ظلمة الليل الباردة. ساعات الشيطان بيختار ضحاياه بعناية، وساعات بيقابل ست من زمن تاني
ست من خريف العمر فاكرة إنها خلاص ضعفت، لكن لما يتحط الدم في كفة والخوف في كفة بتطلع من جواها شيء أقوى من الموت نفسه. مشيت وسط الليل سايبة وراها جسد وسر وطربوش فيه وردة، ودي كانت ليلتها بس مش زي ما كان متخيل. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان حكاياتنا الجاية. سلام.